في عالمنا هناك قصص حقيقية أغرب من الخيال، قصص نسجت خيوطها في نسيج الواقع لكنها تتحدى كل منطق وكل تفسير. هي ليست من وحي كاتب سيناريو أو خيال روائي، بل أحداث وقعت بالفعل لأناس حقيقيين، وتركت وراءها أسئلة صامتة تدوي في أروقة التاريخ. من جبال متجمدة إلى بحار هائجة، ومن منارات معزولة إلى غابات سيبيريا الشاسعة، ظلت هذه الألغاز عصية على الفهم، وكأنها همسات من عالم آخر تذكرنا بمدى ضآلة معرفتنا أمام عظمة المجهول. هذه الحكايات لم يجد لها أحد تفسيرا قاطعا حتى يومنا هذا. لقد حيرت المحققين وأذهلت العلماء وألهمت أجيالا من الباحثين عن الحقيقة. كل نظرية تطرح تفتح الباب أمام عشرات الأسئلة الجديدة. هل هي مجرد مصادفات مأساوية؟ أم أنها دلائل على قوى خفية تتلاعب بمصائرنا؟ هل الكون يخفي أسرارا لا يريد لنا أن نكتشفها؟ هذه القصص هي ندوب في ذاكرة البشرية، تذكرنا بأن هناك دائما ما هو أبعد من أفق إدراكنا. اليوم سآخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان لنستكشف معا 5 من أغرب الألغاز التي حيرت العالم. سنغوص في تفاصيلها المحيرة ونستمع إلى همسات الضحايا عبر السنين، ونحاول أن نلمس حقيقة ما حدث. استعدوا، لأن ما ستسمعونه قد يغير نظرتكم إلى الواقع إلى الأبد. هل أنتم مستعدون لمواجهة المجهول؟ لنبدأ رحلتنا في قلب الغموض. في شتاء عام 1959 انطلقت مجموعة من 9 متزلجين شباب، جميعهم من ذوي الخبرة، في رحلة استكشافية عبر جبال الأورال في الاتحاد السوفيتي. كانت رحلة عادية مليئة بالضحكات وروح المغامرة، يقودهم إيغور دياتلوف. لقد وثقوا رحلتهم بالصور والمذكرات، تاركين وراءهم سجلا ليومياتهم المفعمة بالحياة. لكن هذه اليوميات توقفت فجأة، وتحولت الرحلة المبهجة إلى واحد من أكثر الألغاز رعبا وغموضا في التاريخ الحديث. لقد اختفوا، وبدأ البحث عنهم ليكشفوا عن مشهد يفوق أسوأ الكوابيس. عندما وصلت فرق البحث إلى موقع مخيمهم الأخير، وجدوا الخيمة ممزقة، ولكن ليس من الخارج بل من الداخل، وكأن شيئا مرعبا دفع من بداخلها إلى تمزيق القماش والهرب مذعورين نحو العراء المتجمد، تاركين وراءهم كل شيء: ملابسهم الدافئة، أحذيتهم وطعامهم. ما الذي يمكن أن يكون مرعبا لدرجة أن يدفع 9 أشخاص متمرسين إلى الفرار حفاة الأقدام في درجة حرارة تصل إلى 30 تحت الصفر؟ كانت آثار أقدامهم في الثلج هي الدليل الوحيد، تقود بعيدا عن أمان الخيمة نحو ظلام الغابة القاتل. بدأت الجثث في الظهور تباعا، كل واحدة تروي فصلا أكثر غرابة من سابقتها. 2 منهم وجدا تحت شجرة صنوبر شبه عاريين، وبجانبهما بقايا نار صغيرة. 3 آخرون وجدوا في الطريق بين الشجرة والخيمة، وكأنهم كانوا يحاولون العودة يائسين. لكن الاكتشاف الأكثر رعبا كان ل4 منهم، مدفونين تحت 4 أمتار من الثلج في واد قريب. كانت لديهم إصابات داخلية مروعة، كسور في الأضلاع وجمجمة محطمة، دون أي أثر لكدمات خارجية. إحدى الضحايا كانت مفقودة اللسان، وكأن قوة هائلة غير مرئية قد سحقتهم من الداخل. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. أظهرت الفحوصات أن ملابس بعض الضحايا كانت تحتوي على مستويات غير طبيعية من الإشعاع، كما أفاد شهود عيان، من بينهم مجموعة أخرى من المتنزهين، برؤية كرات برتقالية غريبة ومضيئة في السماء في نفس الليلة التي وقعت فيها المأساة. النظريات تراوحت بين انهيار جليدي، هجوم من قبل قبائل المانسي المحلية، تجارب عسكرية سرية، أو حتى مواجهة مع كائنات من عالم آخر. لكن لا شيء يفسر كل التفاصيل المروعة معا. هل كان السبب قوة طبيعية مجهولة؟ أم أن هناك شيئا آخر أكثر قتامة ينتظر في صمت جبال الأورال؟ في ديسمبر من عام 1872 كانت سفينة دي غراتيا تبحر عبر المحيط الأطلسي عندما لمح طاقمها سفينة أخرى تترنح بشكل غريب على الأمواج.
كانت ماري سيليسيست، وهي سفينة تجارية انطلقت من نيويورك قبل شهر. بدت السفينة سليمة وأشرعتها مرفوعة جزئيا، لكنها كانت تبحر بلا هدى وكأنها شبح تائه في عرض البحر. قرر قبطان دي غراتيا الصعود على متنها لمعرفة ما يجري، لكنه لم يكن مستعدا لما سيجده. الصمت، صمت مطبق ومخيف يلف كل ركن من أركان السفينة. عندما وطأت أقدامهم سطح السفينة وجدوا كل شيء في مكانه الطبيعي، ولكن بشكل مقلق. لم يكن هناك أي علامة على صراع أو عنف. كانت حمولة السفينة المكونة من 1701 برميل من الكحول الصناعي سليما تماما. في مقصورة القبطان كانت ممتلكاته الشخصية مرتبة، بما في ذلك مجوهرات زوجته وصندوق أمواله. في مطبخ السفينة كان الطعام لا يزال على الموقد جاهزا للتقديم، وكانت هناك وجبة إفطار نصف مأكولة على الطاولة. الغسيل كان معلقا ليجفي على الحبال. كانت السفينة صالحة للإبحار تماما، وبها ما يكفي من الماء والطعام ل6 أشهر. لكن الشيء الوحيد الذي كان مفقودا هو أهم ما في السفينة، طاقمها. القبطان بنيامين بريغز، زوجته سارة، ابنتهما صوفيا البالغة من العمر 2 عام، و7 من أفراد الطاقم، جميعهم اختفوا دون أن يتركوا أي أثر. الشيء الوحيد المفقود، بصرف النظر عن البشر، كان قارب النجاة الوحيد في السفينة. يبدو أنهم تخلوا عن سفينتهم الصالحة تماما في عجلة من أمرهم، ونزلوا إلى قارب صغير في وسط المحيط الهائج. لكن لماذا؟ لم تكن هناك أي رسالة، أي سجل في دفتر السفينة يوضح قرارهم. آخر تدوينة كانت قبل 10 أيام، ولم تذكر أي شيء خارج عن المألوف. على مر السنين، ولدت مئات النظريات في محاولة يائسة لتفسير هذا اللغز. هل تسمموا بغازات تسربت من حمولة الكحول، مما دفعهم إلى الهرب في حالة من الهذيان؟ هل تمرد الطاقم وقتلوا عائلة القبطان ثم هربوا؟ هل هاجمهم القراصنة؟ أم أن الأمر أكثر غرابة من ذلك؟ هناك من تحدث عن وحش بحري عملاق، أو عن اختطاف من قبل كائنات فضائية. لكن كل نظرية تنهار أمام تفاصيل أخرى. لا شيء يفسر النظام المثالي الذي تركت عليه السفينة. السؤال يبقى معلقا في هواء المحيط المالح: أين ذهب الجميع؟ في أقصى شمال اسكتلندا تقف جزر فلانان الصخرية المعزولة، تتحدى غضب المحيط الأطلسي. على إحدى هذه الجزر، إيلين مور أو جزيرة الموتى، تقف منارة وحيدة بنيت لتكون دليلا للسفن في الظلام. في ديسمبر عام 1900 كان 3 حراس مسؤولين عن إبقاء ضوءها مشتعلا: توماس مارشال، جيمس دوكات، ودونالد ماك آرثر. كانت وظيفتهم روتينية تتطلب الانضباط والعزلة. لكن في إحدى الليالي انطفأ الضوء، وبدأ لغز سيستمر لأكثر من قرن من الزمان. في يوم 15 من ديسمبر لاحظت سفينة عابرة أن المنارة مطفأة، وهو أمر غير مسبوق ومثير للقلق الشديد. لكن بسبب العواصف الشديدة لم تتمكن سفينة الإغاثة هيسبيروس من الوصول إلى الجزيرة إلا بعد 11 يوما في 26 من ديسمبر. عند وصولهم وجدوا الجزيرة صامتا بشكل مخيف. أطلق القبطان صافرته وأطلق قذيفا مضيئة، لكن لم يأتي أي رد. نزل فريق بحث إلى الشاطئ وصعدوا السلالم الحجرية الطويلة المؤدية إلى المنارة. وجدوا البوابة الرئيسية مغلقة، وكذلك باب المنارة. كل شيء بدا طبيعيا من الخارج، لكن في الداخل كانت القصة مختلفة. وجدوا ساعة الحائط متوقفة. الطاولة كانت معدة لوجبة طعام لم يتم تناولها أبدا. أحد الكراسي كان مقلوبا، وكأن شخصا ما نهض عنه فجأة. معاطف الرجال الزيتية المقاومة للماء كانت مفقودة، مما يوحي بأنهم خرجوا في طقس سيء. لكن الغريب أن معطف أحدهم، دونالد ماك آرثر، كان لا يزال معلقا. فهل خرج في العاصفة الهوجاء بملابسه العادية؟ هذا التصرف لا يليق بحارس منارة خبير. لقد اختفى الحراس ال3 وكأن الأرض ابتلعتهم. سجل المنارة أضاف طبقا أخرى من الغموض. في الأيام التي سبقت اختفائهم كتب توماس مارشال عن عاصفة هوجاء لم يسبق لها مثيل.
وذكر أن جيمس دوكات كان هادئا بشكل غريب، وأن دونالد ماك آرثر كان يبكي. هذا غريب جدا، فماك آرثر كان بحارا متمرسا ومعروفا بشجاعته. والأغرب من ذلك أنه لم يتم تسجيل أي عواصف في تلك المنطقة في تلك الأيام. لاحقا زعم بعض حراس المنارات الذين خدموا هناك سماع أصوات غامضة تهمس بأسمائهم في الريح. هل كانت العاصفة التي وصفها مارشال شيئا آخر؟ هل ما زالوا هناك أرواحا تائهة تحرس ضوءا انطفأ منذ زمن بعيد؟ في يونيو من عام 1947 أو ربما 1948، فالتاريخ نفسه جزء من اللغز. التقطت عدة سفن وقواعد استماع في مضيق ملقا نداء استغاثة غامضا ومتقطعا. كان النداء بلغة مورس قادما من سفينة شحن هولندية تدعى أورانج ميدان. الرسالة كانت مرعبة، كل الضباط بما فيهم القبطان موتى في غرفة القيادة وعلى الجسر، ربما مات كل الطاقم. تلت هذه الكلمات سلسلة من شفرات مورس غير المفهومة، ثم صمت مخيف قبل أن تأتي الرسالة الأخيرة بكلمة واحدة واضحة ومفزعة: أنا أموت. سارعت سفينة أمريكية قريبة سيلفر ستار إلى موقع الإحداثيات لتقديم المساعدة. عندما اقتربوا من أورانج ميدان وجدوها تطفو بصمة على المياه الهادئة، لا يظهر عليها أي ضرر خارجي. نادي طاقم سيلفر ستار مرارا وتكرارا، لكن لم يأتي أي رد سوى صوت الأمواج. قرر فريق إنقاذ الصعود على متن السفينة الميتة ليجدوا مشهدا من فيلم رعب. كانت السفينة مقبرة عائمة، كل فرد من أفراد الطاقم كان ميتا ملقى في مكانه الذي كان يعمل فيه. كان المشهد مروعا ومحيرا. الجثث كانت متجمدة في أوضاع غريبة، القبطان على الجسر، والضباط في غرفة القيادة، والبحارة في غرف المحركات. حتى كلب السفينة كان ميتا. والأكثر رعبا، كانت عيونهم جميعا مفتوحة على مصراعيها، تحدق في السماء أو في عدو غير مرئي، وعلى وجوههم تعابير من الرعب المطلق، وأفواههم فاغرة كما لو كانوا يصرخون صرخة صامتة. لم تكن هناك أي علامات لإصابات أو عنف على أجسادهم، وكأن أرواحهم انتزعت منهم فجأة. قرر قبطان سيلفر ستار سحب السفينة الغامضة إلى الميناء للتحقيق، ولكن بمجرد أن تم ربط حبل القطر بدأ الدخان يتصاعد من عنبر الشحن رقم 4 في أورانج ميدان. أمر فريق الإنقاذ بإخلاء السفينة على الفور، وما هي إلا لحظات حتى وقع انفجار هائل مزق السفينة وحولها إلى كتلة من اللهب قبل أن تغوص بسرعة في أعماق المحيط، آخذة معها كل أسرارها. النظريات تتحدث عن تسرب غازات السامة مثل سيانيد البوتاسيوم أو النيتروجليسرين كانت تنقل سرا. لكن هل يفسر هذا تعابير الرعب المتجمدة؟ هل كانت هناك قوة خفية تراقبهم، قوة أنهت حياتهم ثم محت كل أثر لوجودها؟ في صباح يوم 30 من يونيو عام 1908 حدث شيء هز كوكبنا حتى أعماقه. في منطقة تونغوسكا النائية في سيبيريا انفجرت قوة هائلة في السماء، قوة تعادل 1000 قنبلة ذرية من التي ألقيت على هيروشيما. الانفجار أضاء السماء لمئات الكيلومترات، وشعر به الناس على بعد آلاف الكيلومترات. الموجة الصدمية دارت حول الأرض مرتين. لقد كان حدثاً كونياً على نطاق لا يمكن تصوره، لكنه وقع في واحدة من أكثر الأماكن عزلة على وجه الأرض، مما أضاف إلى غموضه. عندما تمكنت أول بعثة استكشافية من الوصول إلى الموقع بعد سنوات في عام 1927، وجدوا مشهداً من الدمار الشامل. مساحة تزيد عن 1000 كيلومتر مربع من الغابة، أي ما يعادل مساحة مدينة كبيرة مثل طوكيو، كانت قد سويت بالأرض بالكامل. 80 مليون شجرة كانت ملقاة على الأرض، متجهة إلى الخارج من نقطة مركزية مثل أعواد الثقاب التي أطاحت بها يد عملاق. كان الدمار مطلقاً، لكن الشيء الأكثر غرابة هو ما لم يجدوه. لم تكن هناك أي حفرة ناتجة عن اصطدام، لم يتم العثور على أي شظايا نيزكية، لا صغيرة ولا كبيرة.
وكأن الجسد الذي تسبب في هذا الدمار الهائل قد تبخر تماماً قبل أن يلمس الأرض. النظريات العلمية الأكثر قبولاً اليوم تشير إلى أن كويكباً أو مذنباً صغيراً قد انفجر في الغلاف الجوي على ارتفاع يتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات فوق سطح الأرض. هذه النظرية تفسر عدم وجود حفرة، لكنها لا تفسر كل شيء. بعض التقارير من شهود العيان من قبائل الإيفينك المحلية تحدثت عن عمود من النار وسماوات منقسمة، لكن اللغز يزداد عمقاً. في السنوات التي تلت الانفجار، أبلغ السكان المحليون والعلماء عن نمو متسارع وغير طبيعي للنباتات في المنطقة، ومستويات مرتفعة من الإشعاع في بعض الأشجار. والأكثر إثارة للقلق، في العقود التالية تم الإبلاغ عن مشاهدات متكررة لأجسام طائرة غير معروفة وأضواء غريبة في سماء المنطقة، خاصة فوق مركز الانفجار، وكأن شيئاً ما يعود ليتفقد آثار عمله. هل كان مجرد حدث فلكي عشوائي؟ أم أن سيبيريا كانت مسرحاً لشيء آخر، شيء لا تزال آثاره تتردد حتى اليوم؟ هل عاد الشيء الذي دمر المكان ليتفقده من جديد؟ لقد سافرنا عبر الزمن، وأبحرنا في بحار غامضة، ووقفنا في قلب دمار لا يمكن تفسيره. من الصقيع القاتل في ممر دياتلوف، إلى الصمت المخيف على متن ماري سيليست، ومن العزلة المظلمة في منارة فلانان، إلى الرعب المتجمد على سفينة أورانج ميدان، وانتهاء بالجرح المفتوح في قلب سيبيريا. كل قصة هي نافذة تطل على المجهول، تتركنا مع أسئلة أكثر من الإجابات. هل هي مجرد سلسلة من المآسي غير المحظوظة؟ أم أنها أدلة متناثرة على وجود حقائق وقوى تتجاوز فهمنا الحالي للكون؟ هذه الألغاز ليست مجرد حكايات تروى لإثارة الرعب، بل هي تذكير دائم بمدى هشاشة وجودنا ومدى ضآلة معرفتنا. إنها تدعونا إلى التساؤل والبحث وعدم قبول الإجابات السهلة. ففي كل لغز لم يحل، هناك فرصة لاكتشاف شيء جديد عن عالمنا وعن أنفسنا. ربما الحقيقة مخبأة في التفاصيل التي أغفلناها، أو ربما بعض الأسرار مقدر لها أن تبقى كذلك، لتظل وقوداً لخيالنا وفضولنا الذي لا ينضب، وتدفعنا دائماً للنظر إلى ما وراء الأفق. هذه كانت بعض من أغرب الألغاز الحقيقية التي لم تحل حتى اليوم. أي قصة أثارت فضولك أكثر؟ شاركنا رأيك في التعليقات. ففي تبادل الأفكار قد نجد خيطاً جديداً يقودنا أقرب إلى الحقيقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يكتشف المزيد من القصص الغامضة والأسرار التي تنتظر من يكشفها. ففي كل زاوية من زوايا عالمنا هناك لغز جديد في انتظاره.